أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير، كل متابعينا على الفيسبوك أو على اليوتيوب. كورة في الشارع مع أحمد إسماعيل. النهاردة عنوان الفيديو وهو الكرة المصرية تحتضر. الكرة المصرية تنهار من فترة كبيرة جدا، وقلنا يا جماعة إن كواليتي اللعيبة اللي موجودة في الدوري المصري كواليتي ضعيف جدا، كواليتي كله شبه بعضه، مفيش فوارق كبيرة. النهاردة بانت كارثة كبيرة جدا في مباراة صن داونز. جمهور الأهلي أنا قلت لك من فترة طويلة من بداية الموسم لما ريحوا اللعيبة في نهاية الموسم اللي فات ورموا الفوطة بدري وبعد كده ما جابوش صفقات، قلت لك اتضحك عليك، انت عايز فرقة كاملة. قلت لي انت بتهري وبتنكت في كلام فاضي وانت راجل زملكاوي. النهارده انا طالع اتكلم في مصلحة الكرة المصرية عموما، ان اللي احنا شفناه النهارده ده انهيار للكرة المصرية. عايز اسألك سؤال وترد عليا. مصر سيبك من المحترفين، هنتكلم شوية بعيد عن المحترفين. في الدوري المصري عندك باك يمين؟ ما عندكش. عندك باك شمال غير فتوح؟ ما عندكش. عندك ديفندرين تقال في نص الملعب؟ اسمع، مش في مستواهم، مش موجودين. ده انا هرد على الاسامي اللي انت هتقولها. عندك فيرود في الدوري المصري ينفع يمثل منتخب مصر؟ ما عندكش. يعني النهارده هزيمه النادي الاهلي من صن داونز كشفت الكوره المصريه عموما، مش النادي الاهلي بس. الزمالك ما عندهوش برضو نفس كواليتي اللعيبه اللي تقدر تمثل الزمالك في المحافل الدوليه زي بطوله دوري الابطال. هتبان فوارق كبيره جدا، لكن هنا في الدوري المصري كلها شبه بعضها، لعيبه على قد حالها. احنا جايبين اشرف بن شرقي شبه مبطل. اشرف بن شرقي من اجود الناس اللي جات الدوري المصري من المحترفين، مع انه في المغرب مش منتخب بلاده، بس عندنا كان حاجه كبيره قوي لان احنا لعيبتنا على قد حالها. قلت لك ضحكوا عليك وانت عايز فرقه، ده الكلام للاهلي. قلت لي لا ده احنا عندنا فلان وعلان، قلت لك دي لعيبه مبطلين. الاعلام المصري بينفق في لعيبه كتير. قلت لك ما تلعبش قدام صن داونز مفتوح، قلت لك حدد مساحه الملعب اللي هتلعب فيها وقفل مساحاتك، ان الفرق دي كلها بتتحرك من بين الخطوط. وقلت لك الباكات بتوعهم على طول طايرين. النهارده ما اتعملتش غير مره واحده لبيرسي تاو وحطها جوه. احنا ما ينفعش بالكواليتي اللي موجود معانا ده نلعب ند الند مع فرقه زي دي. النهارده تقسيمه، بالعكس ده لو تقسيمه يبقى فيها حميه شويه من الفرقه التانيه. النهارده كل الكور اللي فيها التحام مع لعيبه صن داونز بياخدوها. الجون الاولاني انا قاعد بتفرج مع اصحابي، قلت لهم الكوره وهي في نص الملعب، قلت لهم الكوره جول. الاثنين بتوع قلب الملعب مرميين في الحضن في حضن المساكين وفي ال 18، ومحدش عمل ضغط على الراجل وهو بيشوط في الجون الاولاني. انت الاهلي فيه مشكله دفاعيه كبيره من بدري. الاهلي 4 من ريال مدريد في الدقائق الاخيره، وقلنا الاهلي عنده مشكله يا جماعه في الحته الدفاعيه وعدم التركيز. امارات فلامينجو نفس الكلام، في اخر دقايق بيجي فيك جونين لعيبتك واقفه تايهه. قلنا ريال مدريد وفلامينجو فرق تقيله. يجي ماتش الهلال بدنيا مش قادر، يعني مش ما قدمتش شكله قدام الهلال السوداني، ويجي فيك جون من غلطه من الشناوي وقال لك الشمس وعيني وغيبوبه. والنهارده عايزين نشتكي ان احنا لعبنا الساعه 3. انتوا لعيبه دوليين ولا انا غلطان؟ انتوا لعيبه بتلبسوا تيشيرت نادي كبير. خلاص لما يبقى في ماتش صعب زي ده العبوا في الصاله المغطاه بقى. هو ده الكواليتي اللي موجود عندنا. اكدت لك مره واتنين ان احنا الكواليتي في الدوري المصري 600 لعيب كلهم شبه بعض.
اللي منجح الاهلي والزمالك التيشيرت، تيشيرت كبير، تيشيرت ليه هيبته، فبيقدر ان هو يمشي. قلع التيشيرتات دي للعيبه دي ولبسها اي تيشيرت فرقه تانية، نفسه على الهبوط. في مشكله كبيره في الكوره المصريه في حته اختيار المواهب والناس اللي تلعب كوره والناس اللي تصعد فريق اول. في مشكله كبيره جدا. انت ما عندكش يا جمهور الاهلي ولا سيد معوض ولا محمد شوقي ولا حسن مصطفى ولا عماد متعب ولا ابو تريكه ولا بركات ولا عشان ما انساش حد. الجيل العظيم الكبير دوت ده مش عندك. وانا كزملكاوي من ساعه لما الجيل ده بطل وانا حته ان انا اخاف من الاهلي دي ما بتجينيش، لان الكواليتي اللي انا شايفه قدامي ده مش هم دول، مش هم المرعبين دول. نفس القصه في نادي الزمالك اللي كان منجح الزمالك السنتين اللي فاتوا. اللعيبه المحترفين كان الكواليتي بتاعهم عالي، سواء فرجاني ساسي، بن شرقي، الكواليتي بتاعهم كان عالي، فكان فارق مع الزمالك كتير. ومع احمد السيد زيزو كان فورمه عاليه. هم دول اللي فرقوا مع نادي الزمالك السنتين اللي فاتوا. فين الزمالك النهارده؟ الزمالك النهارده ماتشات مفروض بالورقه والقلم كسبانها بيخسرها وبيتعادل وعلى الله حكايته. كسب الترجي الماتش اللي فات ليه؟ عشان اللعيبه داست على نفسها في حميه. الحميه لو انت ما عندكش فني، الحميه بتعلي معاك لغايه 80%، بتطلع كل اللي عندك في الحميه والغل على الكوره والكوره للرجاله. فقدرت ان انت تكسب الترجي. ماتش وليديه شباب الجزائر، انا اهم حاجه ما استعجلش الفوز. ده بالنسبه لنادي الزمالك ما استعجلش الفوز، واقفل الملعب كويس قوي. ما ينفعش اطلع اضغط من قدام واسيب مساحات ورايا، لازم احجم اللعب. وانا اللي ابقى قافل نص الملعب وسايب له السيطره في مكان معين، وابدا ان انا اعمل الضغط للمنطقه اللي انا محددها، ضغط عالي اللي انا اخد فيه الكوره واستخلص فيه الكوره. النهارده كانت مشكله النادي الاهلي مع صن داونز في الالتحامات. اي كره مشتركه بين لعيب الاهلي وصن داونز بياخدها لعيب صن داونز بيعمل فيها وبيعمل فنتات وبيعمل اللي هو عايزه. معنى كده ان اللعيبه اصلا مش مركزه. ليه؟ لان اللعيبه دي مش متاسسه بدني، وان هي صغيره وما استحملتش ضغوط الماتشات، فمش قادر جسمه، مش قادر. المخ بيدي تعليمات الجسم مش قادر ينفذها لان العضلات مجهده، العضلات عليها ضغوط، فمش قادر ينفذ. تيجي تتفرج على الجون الثاني ده بيلعبوا خماسي في ال 18 واللعيبه واقفه بتتفرج. ده حال الكوره في مصر. وانا الحمد لله بفضل الله لما اتكلمت وقلت لك يا اهلاوي انت عايز فرقه، كنت شايف وليا منظور وليك الحق النهارده اللي انت تعتذر لي ان انا قلت لك انت عايز فرقه كامله. الكلام دوت لما ريحوا اللعيبه، عشان تبقى انت فاكر، لما ريحوا اللعيبه الموسم اللي فات قلت لك هيبقى موسم اسود عليك وانا هزعلك. قلت لك انا هزعلك، ما صدقتنيش. تعالى دلوقتي ارجع بقى للفيديوهات القديمه. كل كلام انا قلته عليك يا اهلاوي على الفرقه لمصلحه الفرقه، خلي بالك، لمصلحه منتخب مصر في الاول وفي الاخر حصلت. مساءكم سعيد.